السلام عليكم، ازيكم يا احلى واجمل فانيليات. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تورته حلوه جدا 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 وراقيه ورقيقه وكانك دخلت كده جوه الفيلم فجاه. هنتعلم فيها تكنيكين مع بعض. تكنيك فيه تلوين للكريمه وتغليف حلو قوي، والتكنيك التاني بالرايس بيبر واستخدامه الصح. لونت الكريمه باللون الفوشيا علشان اخد درجه بينك حلوه قوي كده، بينك غامق مش فاتح زي ما انتوا شايفينها معايا. تعالوا هنغلف مع بعض. الكيك اللي عندي كيك مقاس 16. الكيك مقاس 16 لكن كيك طويل، يعني 4 طبقات كريمة و3 طبقات حشو، فارتفاعه معايا كويس. كل كمية الكريمة اللي معايا غلفت بيها زي ما انتوا شايفين كده، وبالطريقة بتاعتنا التقليدية السهلة اللي مش بنغيرها، ان بنثبت السباتولا وبنلف الطبق الدوار على الكيك عشان ناخد تجليسة شكلها حلو ويعني نايس كده وسموز وناعمة ولطيفة جدا. اي فراغات في الكريمة بزود لها شوية كريمة صغيرة وبجلسها كويس علشان ما يبقاش فيها اي نغبشة او نعكشة كده. بيبقى ده قلة كريمة، فبزود شوية كمان كريمة يعني علشان اخد جدار كده مظبوط نازل واقف بشكل عمودي. بمسك السكرابر وبثبت ايدي اليمين، لكن ايدي الشمال هي اللي بتلف الطبق الدوار علشان اخد تجليسة شكلها حلو وناعمة قدر المستطاع، وبدخل كل الزوايد عندي لجوه. شوية اللي لسه فاضلين عندي من اللون البامبا ضفت لهم درجة واحدة من اللون الموف عشان اخد موف فاتح كده واعمل بيه السكند كوت او التغليف التاني. بس التغليف التاني ده انا مش هغلف بيه الكيك كله، انا هغلف بيه جزء بس فوق الكريمة البينك، علشان لما ابدأ امسك السكرابر واسويه بيه هلاقي شكل لطيف قوي كده وعشوائي، يعني مش ماشي بشكل منتظم، لا هو شكله عشوائي كأن الجدار تاني. انا عايزة الحافة التانية دي اعمل عليها شغل حلو هتشوفوه دلوقتي. بفضل اجلس فيها كده بحيث اخد الزيادات، لكن مش بدخل قوي بحيث اسيب يعني قدر كافي. خلاص ظبطت كده كمان وظبطت الوش. شوية اللي من فوق دول انا مش هنيمهم، اللي هما اللي باللون الموف. هبدأ احط عليهم ورق دهب. ورق الدهب هينقلها في حتة تانية خالص. ممكن تستخدمي داست، لكن ورق الدهب بيبقى واقف كده فبيبقى باين اكتر وشكله شيك اكتر. زودت شوية سبرينكلز ويلا نشوف التكنيك التاني مع بعض. انا عندي تنة ورنة بالشكل ده، طبر ورقي عادي جدا، وجبت رايس بيبر او ورق الرز. بيبقى الفخ عامل زي الدايرة كده وبيبقى قطرها حوالي 25 سنتي. انا هقسمها لنصين وربعين. هاخد الربعين دول الون ميه عاديه جدا من الحنفيه بدرجه حراره الغرفه. هلونها نقطه موف. تقدري تحطي نقطه موف او تقدري تحطي نقطه من اللون الازرق، وهحط فيها الربعين دول. كل ما هحط كده وهفضل يعني ابلها شويه بالميه واسيبها سنه صغيره، هلاقي ورق الرايس بيبر ده بدأ يبقى شفاف اكتر ولامع اكتر ويطرى اكتر، هيبقى زي القماش المبلول بالظبط، وهو ده اللي انا عايزاه. طيب شايفين الجناح ده؟ انا عايزه اشيله خالص، يعني انا همسك المقص واشيل الجناحات دي اصلا، وهاخد الورقتين اللي معايا دول افردهم على سيليكون، مفرش كده سيليكون. اوعي 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 تعملي الحركه دي على ورقه زبده، لان ورقه الزبده مهما كان نوعها كويس هيلزق فيها الرايس بيبر ومش هيطلع. انا بحاول اظبطها كده بحيث اخد شكل الجناحات دي. انا عايزه اوظف ورق الرايس بيبر بشكل مختلف وبشكل يكون ليه فعلا وظيفه في التورته، مش مجرد شكل جمالي. فانا حبيت اني اقص الجناحات بتاعه تنة ورنة من الاساس واحط جناحات انا اللي عاملاها، والجناحات دي تبقى شبه الطبيعيه. جناحات تنة ورنة شفافه ومضيئه، يمكن هنا في الصوره هي بيضه، انما في الحقيقه في الكرتون هي شفافه ومضيئه وشكلها تحفه. فانا كمان هعمل حاجه كمان. هاخد سير كده زي ما انتم شايفين معايا في ميه بس من غير اي لون. انا عايزه الورقه اللي معايا دي تطلع شفافه شفافه زي ما انتم شايفين كده، يعني بلون الميه ما فيش عليها اي حاجه.
وهحط عليها شوية من السكر الذهبي. ليه؟ لان اللي شاف فيلم تنة ورنة عارف الغبار الذهبي او الغبار السحري اللي لونه ذهبي، اللي تنة ورنة بتقعد تعمله كده بالعصاية اللي معاها، فبينزل ذرات غبار ذهبي كده، يعني شكلها في منتهى الخيال. هسيبهم ينشفوا خالص خالص، وبعدين خلاص انا هسبتهم ليله ينشفوا خالص لمده 24 ساعه. مش هحاول اشيلهم من السيليكون، المفرش السيليكون اللي معايا، وشلت بالمقص جناحات تنة ورنة من الاساس. عايزه اقول لكم هنا ان انا معلش الحته دي حصلت اوف كاميرا، انا شلتهم من المفرش السيليكون، طبعا كانوا نشفوا كده زي ما انتم شايفين، وقبل ما ينشفوا يعني قبل ما ينشفوا حطيت الجناحات على بعض فنشفوا وهم على بعض بالشكل ده وهم ستيل طريين. حطيت جزء من الجناح ده على جزء من الجناح ده فلزقوا على بعض وهم طريين، وبالتالي نشفوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وحطيت عليهم نقطة صغيرة قوي قوي من الشوكولاتة، ولزقتهم في ظهر تنة ورنة، ولزقوا على فكرة عادي بمنتهى السهولة، لان التبر ورق والرايس بيبر قابل جدا ان الشوكولاتة بتلزق فيه. مجرد ما حطيت الشوكولاتة وهحط عليها الشكل بتاع تنة ورنة كده واظبطه كويس، انا شيلته بس لان كانت الشوكولاتة باينة وبالتالي شكلها ما كانش لطيف، ودخلتها التلاجة. طبعا الشوكولاتة شدت وبقت تمام جدا. هنا كمان حبيت اضيف لها يعني اضافه كده برضو ليها توظيفه في التورته، واني احط شويه داست سيلفر علشان يديني لمعه حلوه قوي كده في الجناحات، وتبقى فعلا جناحات مضيئه زي جناحات تنة ورنة. كمان معايا الشريطة اللي عملناها هي كمان نشفت، والسكر اللي عليها كمان نشف، عشان كده انا كنت حطاه والقطعة اصلا ستيل لسه طرية ومبلولة وعليها المية عشان يلزق فيها. وضفت شوية دست كمان على التورته نفسها، وكأن رنة يعني ايه عمالة تصب كده، وعمال بقى الغبار الذهبي ده ينزل على كل التورته. اما المشروم اللي معانا ده فاحنا عملناه في حلقة المشروم قبل كده، هسيب لكم لينكها في صندوق الوصف تتفرجوا عليه بالتفاصيل. انا حبيت التورته دي تبقى تكنيك خاص للرايس بيبر. التورته شكلها فانسي شويه، يعني خياليه شويه، وشكلها كده كانك دخلت شويه جوه الفيلم. حبيت اقدم حاجه مختلفه، ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتلاقوها سهله جدا.